يا دين النبي، الله واحد. ما هياش بالساهل كده يا بيومي. اعقل يا بيومي ونزل ايدك. افتح الباب ده، افتح بقول لك نزل ايدك. اهمت بقى يا اخي. زبادي لبن طازة قشطة اللبن خمير يا رئيسوس. رئيسوس طازة شفا. جابر، انت يا جابر. صباحنا نادي يا فتوح الحتة يا عترة زمانك. كلمتين على انفراد في اوضه الاجتماعات بتاعتك يا معلم. وماله يا معلم، يا الف مرحب. القهوة واصحابها تحت امرك. اتفضل يا سيدي الناس. عرفت ازاي قصة الكنز اللي جوه بيت العربي؟ ومقام سيدي الدكروري ضربة حظ يا معلم. سلامات يا حظ عليا انا يا جابر، ده احنا دافنينه سوا. انت لا طلع روحك من اللي زقك ترمي في عب الكلمتين دول، وغرضه ايه اصلا؟ هقول لك يا معلم. هرسيك على كل حاجة خلاص. اهو كده، تعالى في العدل، اقعد وسمعني. قبل خروجك لينا بالسلامة بحوالي كده يجي اسبوعين، قاعد لا بيا ولا عليا. لمحتلك على نص البيت العربي جدع شكله كده تايه في العنوان، بس الجدع كان ايه؟ ولا اللفندية، لابس بدلة اخر ايافة. لفت نظري طوالي، اديته حس وقربت له، رحبت بيه، ولاجل عيون الحارة دخلته طوالي على اوضة الاجتماعات زي ما احنا كده تمام. واستفهمت منه انه جاي على حس جواب واصل له من مجهول، ولكنه واصف له عنوان في الجواب هنا على الحارة. وانت عارف اخوك بقى معلم في الحكايات اللي زي دي ما يتوصاش. على طول قلت له الحمد لله بالسلامة، كنت في انتظارك يا جدع، اتأخرت ليه؟ بيني وبينك الجدع كش مني في البداية وما دخلش عليه الكلام، بس انا بالمفهومية والحداقة ومن منظره كده اول ما وصل كان واقف قصاد بيت العربي بيشبه وبيلمح. وانا طول عمري شاكك في البيت ده يا معلم، وعارف ان لابد فيه امر سر. فديته الامارة وقلت له هنعمل ايه جوه الحاجة اللي في البيت، وفي المرة دي صابت واداني الامان. كاس ورا التاني قرب كل حاجة. استفدت منه انه شغال مع جماعة كبارات قوي في البلد، ومش في البلد دي بس، ده في العالم كله كمان. زي ما بقولك كده، ليهم في كل خرابة عفريت، ليهم في كل حاجة، ناس مخلصة ولا يعصى عليهم أيتها شيء. الجواب اللي جالهم كان عن كنز مدفون جوه بيت محمود العربي، كنز وصاحبه ما هوش عارف يخرجه من الأرض. اللهم احفظنا، بابه عليه حارس وحارس عافي. وبعد ما جبت منه آخر الكلام والقصة حذرته ما يجيش يقابلني في الحارة هنا تاني أبدا، ولا يسهر خالص، لأن طبعا أنا معلم وأظن كده وصلتك مين هو صاحب الجواب الحقيقي. وما يصحش بقى يقابل الراجل بعد ما وقع في ايدي، وهو اول ما وقع شلته في الحفظ والصون لحين خروجك لينا بالسلامة اخويا، امانة وشايلها لك. هي كل العبارة، بس ما كنتش متأكد من كل الكلام ده. انا ما شفتش بعيني ولا الجدع ده شاف هو راخر.
كان لابد نتأكد. وما تاخذنيش يعني يا معلم، انت ما كنتش هتشتري مني لو كنت جيت قلت لك الكلمتين دول كده طوالي. وانا عارف سكتك ورميتهم في عبك، وانا واثق انك هتجيب قرار الحكاية دي وتتأكد بنفسك هل في كنز صحيح ولا. والظاهر كده هلت البشاير ووضحت الرؤية، والجدع الافندي ده طلع معاه حق. ايوه يا جابر، جدع الافندي الغريب ده عنده حق. وبلال اخويا اللي من دمي طلع لسه بيلعب ويايا، وانا اللي كنت قربت اصدقه. قال ما يعرفش حاجة، قال اتاريه بيخطط ويرتب، وانا خرجت وخربت عليه كل حاجة. جابر، اوامر يا معلم. جدع الافندي ده قابله الليلة. الليلة؟ وقتي وحياتك. يا نهار مش فايت، يا دي الخراب المستعجل يا ولاد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ازاي بس يا اخواني، ازاي بس يا عالم. خراب ايه يا شيخ سالم؟ بتعدد على ايه؟ مصيبة يا حاج، مصيبة وحطيت على راسنا. انت ياض. وصلني تلغرف من البلد، قاموا الفجرية لقوا البهايم كلها متسطحة على الأرض وطلع روحي، والعزبة كلها منهوبة، البهايم كلها ماتت. كلها ماتت؟ عملتها يا بيومي، هي حصلت لكده. هو ده العنوان اللي سابهولي الجدع الافندي ده، تمام. تعال يا معلم، هو ده المكان. الله واحد، ده قصر يا جابر. الله الله الله، ده مين الجماعة دول وايه المكان ده؟ الباب مقفول ولا فيش حد في الشارع كله. متأكد ده العنوان؟ هو تمام يا معلم، استنى كده. اهلا اللي هنا. بسم الله الحفيظ. دي البوابة بتفتح لوحدها يا جدعان. مفيش حد بصحيح. الباب ده فتح ازاي؟ أنا شايف حد عند باب القصر اللي جوه. نهارنا نادي، احنا جايين بلا مؤاخذة نقابل اللي مشغلينك كده. جدع ولا بيرد ولا بيصد، وماله؟ فتح لنا الباب ودخلنا طوالي. مين الجماعة دول يا جابر؟ الخواجاية اللي جاية علينا دي؟ أهلا وسهلا بالمعلم جابر، وبالطبع المعلم بيومي. بيومي؟ لا حلوة منك، أنا بقيت بيومي. لقد طال انتظاركم، تفضلوا من هنا إلى الأعلى، فالسيد في انتظاركم. السيد ده بقى هو صاحب الهلمة دي كلها، مش كده؟ الظاهر كده يا معلم. تفضلوا خلف هذا الباب، لكن عفوا، المعلم بيومي فقط هو من سيدخل، وأنت يا معلم جابر تفضل هنا للانتظار. أنا بقول كده برضه، خليك أنت هنا يا معلم، استنظرني على ما أخلص كلام مع الباشا. نزلوا له شيشة كده. وماله يا معلم؟
الله واحد. اتفضل يا معلم بيومي. يزيد فضلك يا سيد باشا، ازاي الصحة امال؟ الصحة عال العال. ازاي صحتك انت بعد خروجك من السجن؟ السجن للجدعان، وبعدين يعني ما هياش أول مرة، أصل لا مؤاخذة كده محسوبك زبون مطرح. لكن أظن كفاية لحد كده يا بيومي. الدنيا خارج السجن أكيد بها أشياء مهمة أكتر الإنسان يقدر يعيشها، ولا إيه؟ والله يا سيد أفندي، يا عالم السجن الحقيقي فين مكانه، هل اللي جوه ولا اللي بره؟ لكنه مش موضوعنا، خلينا في المهم. الكنز اللي في بيت أبويا محمود العربي يخرج إزاي؟ وليه انتوا اللي تعرفوا تخرجوه؟ ما تأخذنيش يعني، انتوا مين أصلا؟ وشغلتكم بالظبط؟ معقولة يا معلم؟ كل دي أسئلة مرة واحدة؟ ومنتظرة إجابات مرة واحدة. إحنا اللي بننفذ المستحيل يا بيومي. اللي يعصى على الجميع سهل ويانا، مدين الأيادي للكل، مقدمين الخدمة لمن يطلبها. أي شيء بقى يخطر على بالك أو حتى ما يخطرش إحنا بننفذه. زملات يعني ولاد كار واحد. إحنا نيجي فيك إيه يا معلم؟ مش سهل انت برضه. من البداية وإحنا اختيارنا صحيح، وما كانش يجوز أبدا إن بلال أخوك هو اللي يكون قاعد مطرحك دلوقت. هو بلال وصل لكم وقعد معاكم؟ بلال ما وصلناش، لكن إحنا وصلنا له. والمعلم جابر لما قابل الراجل بتاعنا يومها وفهمه إنه هو الشخص المجهول اللي أرسل لنا الجواب يطلب فيه خدمتنا، جابر افتكر وقتها إنه ضحك علينا، وكلامه اللي قاله ده إحنا صدقناه. لكنه ما كانش يعرف إن أثناء وصول راجلنا للحارة كنا قمنا ببحثنا الخاص وعرفنا كل ما يخص البيت وأصحابه، وعرفنا إن بلال أخوك هو فعلا اللي بعت الجواب. لكن اختصارا لوقتنا الثمين ما تواصلناش وياه ولا كشفنا له عن هويتنا، وعرفنا إن مصلحتنا معاك انت يا بيومي. وعدم لا مؤاخذة يعني تطلع ايه مصلحتكم دي؟ ولا أنا مش هو؟ مصلحة متبادلة، نسبة نظير خدماتنا، والخدمة اللي هنقدمها لكم تستاهل يا بيومي. أما بقى ليه انت مش هو؟ لأن انت اللي هتقدر تنفذ المطلوب لأجل خروج الكنز. واللي هو؟ الكنز اللي مدفون في بيت العربي والدك أكبر مما تتصور يا بيومي، ثروة حقيقية جمعها أبوك. ولما يكون المدفون غالي بالشكل ده لابد يكون التمن كمان غالي يا بيومي. ما قلتليش برضه ايه المطلوب يا سيد؟ المطلوب تضحية، ويكون شيء غالي عندك جدا يا بيومي. احنا هندخل في صراع قوي بمعرفتنا وقدرتنا مع حارس الكنز، ووقتها هيطلب التضحية، وده الشيء اللي هيكون في ايدك انت يا معلم. انت بترغي كتير قوي يا سيد وبتتكلم بالألغاز وتضحية تضحية. القصة على كام بهيمة يعني؟ عرفني. جلال ابنك جلال هو أغلى عيل عندك في أولادك، تذبحه بإيديك على باب الحديد. انت بتخرف بتقول ايه يا جدع انت؟ وقتها بس هتفتح البوابة ويكون الكنز ملكك. لكن طبعا ما زال بلال موجود وله نصيب في الكنز، وده ملناش دخل فيه أبدا. احنا لغاية هنا
بتنتهي مهمتنا. ده باين لنا اللي هنهي على روحك. انت لسه مكمل حكاية 1000 ليلة وليلة بتاعتك دي؟ ابن ايه ده اللي ذبحه على باب الحديد؟ انا هعرفك دلوقتي بتتكلم مع مين. ملهوش لزوم تقوم من مكانك يا معلم بيومي، تفضل ارتاح. انت لسه ما سمعتش الحل التاني لخروج الكنز. ايه تاني؟ اطلع لك الست الوالدة من تربتها واذبحها على باب الحديد؟ لا، تقتل بلال أخوك وعياله كلهم. ده هيكون عدد كافي من الضحايا تفدي بيه روح ابنك. أظن مش هيكونوا أغلى من جلالة عندك، غير إن بالشكل ده كمان هيخلالك الطريق من أي منافسة، وهيكون الكنز ملكك لوحدك. تبين لكم كده جماعة مجانين، وانا الباب الحديد ده اسيحه واسيح ويا دم الشيطان اسم النبي حرصه اللي بيحرس الكنز. عن اذنك يا سيد. فكر، وفي انتظارك مرة تانية يا بيومي. لا تانية ولا تالتة بقى. هنتقابل مرة تانية يا بيومي. هو في ايه في الحارة ده زغلول؟ لمم الكراسي جوه وموارب الباب، هي ايه العبارة؟ انت كنت فين يا معلم من بدري انت والمعلم بيومي؟ ده المعلم بلال قلب الدنيا عليه، وشكله كده ناوي على شر. بيومي، ما كفكش الجزارة اللي اتحرقت؟ بتخلص كمان على العزبة؟ انت ايه يا اخي؟ شيطان. عزبة ايدي اللي خلص عليها بلال، هي ايه العبارة؟ الظاهر كده ان كل ما فوت لك مرة واسكت تسوق فيها وتنسى يا بيومي، ولابد افكرك المرة دي وما تنساش تاني ابدا. وسع. المعلمين مسكوا في بعض. مش هتحوشهم يا معلم؟ احوش اياد، ما يصحش حد يتدخل، راجل لراجل، معلم قصاد معلم، ما بالك بقى لما يكونوا اخوات. نجينا يا رب. الله، الظاهر كده بيوم اللي هيكسب المرة دي. بلال بيتدرب ده زغلول. هو رضوان ابن بلال بيعمل ايه الغشيم ده؟ عاوز يتدخل والرجاله بتحوشه. الله، لا رضوان مالكش دعوه انت. يا دين النبي، رضوان زق بيومي وقع على الارض. بتتجرأ وتمد ايدك على ابويا يا رضوان الكلب؟ رضوان بلال! يا ساتر يا رب، مش قادر ابص على المنظر اللي قدامي. يا ترى مين اللي قتل التاني؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. ما تروحوش بعيد. عرفونا لو عجبتكم الزيارة، ولو ناويين تكرروها اشتركوا معانا ودوسوا على الجرس واستنوا الزيارة الجاية.